الديزاين اللي قدامك ده سهل جدا تعمليه وهقولك تعمليه ازاي. كملي معايا الفيديو للآخر عشان تشوفي طريقته خطوة خطوة. لو أول مرة بتشوفيني أنا ليلى بدي كورسات للضوافر وبشرح كل حاجة بطريقة سهلة ومبسطة. هنا أنا عندي الضافر بتاعي استخدمت له توب كوت مات. لو ما عندكيش توب كوت مات تقدري تبردي بالبف كده بتشيلي اللمعة من على الهارد جel بتاعك أو من على الكاموفلاج بتاعك. واستخدمت هنا البلومينج جل من نص الضافر بس، وبدأت إن أنا أعمل نقط زي ما احنا شايفين كده باللون الأبيض. طيب أنا ليه عملت خطوة التوب كوت المط قبل البلومينج؟ عشان خاطر أنا مش عايزة اللون يفرش في الضافر كله. أنا بحدد مكان معين اللي أنا عملت فيه البلومينج، أنا مش عايزة اللون يفرش كله، لا أنا حددت حتة صغيرة بس كده بالشكل اللي أنا عايزة فيه النقط تفرش ويبقى شكلها زي ما أنا أحددها بالبلومينج كده. زي ما انتوا شايفين بصوا النقط فرشت معايا في المكان اللي أنا حطيت فيه بلومينج. لو ما تعرفيش ايه هو البلومينج جل، البلومينج جل ده مادة بتتحط بتساعد اللون على انه يفرش زي ما انتم شايفين كده معايا في الفيديو. اول ما الالوان فرشت بالشكل اللي انا عايزاه هدخلها اليو في وهنشفها، وبعدين جبت جليتر ذهبي وبدأت احدد المكان اللي وقفت عنده النقط بتاعتي اللي انا عاملاها. هنعملها بشكل برواز كده زي ما احنا حابين. هنا انا عملتها بالجنب، تقدري تعمليها بالجنب التاني، عايزة تعمليها بنص الضافر، عايزة تعمليها في نص الضافر، زي ما تحبي. الشكل يبان صعب، ديزاين يبان صعب، بس هو سهل جدا، مش هياخد معاكي 3 دقايق بس. لو عجبك الفيديو واستفدتي ما تنسيش تعملي سبسكرايب واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. اشوفك في فيديو تاني، باي.